السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا غوالي بقناتنا، قناة الشيف الشامي صالح شاهين، وبمطبخنا كمان السوري. اليوم راح أعملكم البسبوسة بالقشطة، بس هالمرة غير البسبوسة اللي بعملها. مد البسبوسة بالقشطة اليوم راح نعملكم إياها إن شاء الله. طبعا هون عندي زيت 300 جرام، وعندي جوز هند 300 جرام، ولبن 300 جرام، وسكر ناعم خالطه مع سكر عادي 300 جرام، وسميد خشن 300 جرام. وهون عندي كاسة طحين صغيرة، وعندي هون بيضتين، وهون عندي فانيلا. طبعا انتو اذا عندكم ظروفة فانيلا حطوا ظرف كامل احسن، انا بدي احط معلقة صغيرة. وهون عندي بيكنج بودر، بدي احط 3 معالق ونص عليها. طبعا هلا انا يا غوالي حطيت البيض والفانيلا والبيكنج بودر، مشان هيك عم اقولكم انه هي يعني مختلفة شوي عن البسبوسة بالقشطة العادية. ترقبوا كل جديد معنا. هلا بنحركهم منيح، وبنجيب الطحين. بسم الله، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وبنجيب الروب والسكر. طبعا بدكم انا خالطه مع سكر عادي، يعني عادي انتو فيكن تخلطوه شلون ما بدكن. وبناخد الزيت. بسم الله. وهلا شوفوا لي على هالسقسقة شلون. هلا بنخلطهم كتير منيح مع بعض. واعطوني رأيكم يا غوالي في التعليقات، واي صنف حلو بتعملوه في البيت يا ريت تكتبوا لي. هلا خلطناها مع بعض. بنجيب السميد. بسم الله. وبنجيب جوز الهند، هذا اخر شي عندي. بنحركهم منيح، وبنشغل الفرن على درجة حرارة 180. طبعا انتو يا غوالي بالنسبة للمقادير انتو عادي يعني بتتحكموا فيها، يعني انتو فيكن تكتروا وتقللوا، هاي شغلة راجعة لكم. وبتمنى انه ان شاء الله قناتي تكون عاجبتكم، وعم تستفادوا معنا، وعم تتعلموا معنا اهم شي. يعني انا ان شاء الله هنا اول ما فتحت القناة قررت انه لوجه الله تعالى بدي اعلم الناس على الحلويات السورية والشامية. ربي يسعدكم. وهيك يا غوالي البسبوسة صارت عندي جاهزة. طبعا هي طبقة بسبوسة وطبقة قشطة، مشان هيك سميتها مد بسبوسة القشطة. طبعا هلا عندي انا الفرن شغلته على حرارة 180. وكثير من الشباب والصبايا هون وعلى الفيس بيسألوني انه مثلا نعمل الهريسة الشامية او البسبوسة العادية السادة او بالقشطة، انه بتفرط معنا يا بتلزق. اول شي انتو بتكونوا يا مقللين، لما بتلزق معكم بتكونوا مقللين الزيت او السمنة. فيكن تحطوا زبدة، بس هي الاساس تحطوا طحينية للهريسة وللبسبوسة السادة. هاي اول باشتان، مشان هيك بتلزق معكم. وتاني باشتان انه بتفرط معكم الهريسة او البسبوسة. ليش؟ لانه بتقطعوها او بتحاولوا تشيلوا قطعة وبتكون هي لساتها سخنة، لازم تستنوها لتبرد او لتاني يوم. وكتير ناس بيسألوني اكتر شي، يعني سبحان الله بتجيني هاي الشغلات من الصبايا، بيقولوا لي انه نحن بنفحص القالب الكيك
هو بالفرن بسكين مشان نعرف اذا استوى ولا ما استوى. لا غلط يا احبابي، انتوا لما بتفحصوه بسكين او باي شيء، او مجرد ما فتحتوا الفرن دغري راح يهبط، ومجرد ما تحطوا السكين دغري هو راح يهبط من جواته. واكتبوا لي آراءكم بالتعليقات. ما شاء الله طلع عندي طعمها أطيب من المحلاية الشامية وأطيب من بوزة بقداش نفسه. تشوفوا لي يا غوالي، بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي، مثل خدود الصبايا ومثل جمال الصبايا. ربي يسعدكم. يا حلوين وقت القشطة، طبعا بدي اعملها قشطة خاصة بالحلويات واطيب من القشطة اللي بعملها بالعادة. هون عندي لتر حليب، وعندي نشا، وعندي سمنة حلوب. طبعا نشا بدي اخذ 100 جرام، وسمنة حلوب بدي اخذ 50 جرام تقريبا، وبدي احط لها سكر ونشا وفانيلا وماء الزهر. وحتى بدي كمان جيب علبة قشطة جيمر زين لهياها، وبعدين جربوها انتو واكيد ان شاء الله راح تعجبكم. طبعا انا ما فضيت احط المقادير كلها لاني مستعجل. وهلا بدي احط يا غوالي 3 فناجين ونص، يعني تقريبا كاسة كاملة. وهلا بحركهم منيح وبشغل النار عليها وببدأ اضيف المكونات التانية. انا قلت لكم يا حلوين النشا قديش، بس غيرت رأيي، قررت اعملها مثل لما عملت بوزة بغداد الشام، اسرع واحسن. حطيت فانيلا وماء الزهر، وحطيت سمنة حلوب وزبدة وسميد، وحطيت النشا دغري عليهم. يعني هيك اسرع لكم، هيك فيكم تسووها انتو وتشيلوها مثل المحلاية، مثل محلاية باب الحارة والمناسبات في الشام. وفيكم تعملوها مهلبية، يعني ما تخلوها تجمد كتير. ولازم تحركوا لتحسوا انه ايدكم عضلت.